هاد الوصفه تاع الحلوه عطاتها لي يما باش نديرها لكم هاد العيد، قالت لي كنا نديروها زمان، يسموها باطون بيرجي، كانت معروفه بزاف. السلام عليكم. باسهل طريقه، هاد الوصفه سهله مهله بدون فرن، توجد في دقيقه وما حاش كامل تدي معكم الوقت، وبنتها كي العاده لعبه تاع الدنيا. الحاجه الاولى حيت 2 باكيات تاع الكاطو. انا استخدمت كاطو اللي يجي كاكاو، هنا كيما شفتوا درت 500 غرام، 2 باكيات حيتهم مليح ونجي نطمو بالسيرو ولا شربات تكون خفيفه. هاد الوصفه هي في الاصل تنطم بالحليب، بصح حنايا كي رانا مع العيد وعلى بالكم الحلوه طول شويه درناها بالشربات، وكاين اللي يطموها بالقهوه تكون طيبه. المهم الوصفه تاع الشربات مكتوبه تحت لا فيديو تكون خفيفه. هنايا بعد ما جمعت هذاك البسكوي ورجعت لي عجينه هكذا لاباط، نجي ندير نص مغرف كبيره تاع الزبده، ندخلها غير بصبع تياح حتى نحصلوا العجينه تكون طريه بهذه الطريقه، ونقدروا نشكلوا بها كره. نغلفها ونحطها تريح، ما بين نروح نخدم لافاكس اللي فيها 2 كيسان تاع نواد كوكو، راح نلمها هنايا بحليب مركز محلى. هذا الحليب مركز محلى نخدمته في الدار كيما راكم تشوفوا. شوفوا القوام لازم يجي شويه تلاصق، خاطش على بالكم نواد كوكو يشرب. راح نخلي لكم الوصفه ثاني مكتوبه بالتفصيل تحت لا فيديو، الوصفه تاع الحليب المركز محلى. هنا فرشت مرصو تاع بابي فيلم بهذه الطريقه، حكمت نصف كميه هذاك البسكوي اللي كنا طميناه، فتحتها هكذا على شكل مستطيل يكون طويل، وحطيت في الوسط على شكل طولي هذيك لافاكس تاع نواد كوكو اللي كنا طميناها بحليب مركز محلى. نطلع في ليكوتي، نغلقهم ونزير مليح، نقسم اذا كانت بزاف طويل الحربوش تاعي، نحربشهم هكذا مليح، سيو ديروهم شويه صغار ما تكبروهمش بزاف هكذا باش تخرج لكم كميه مليحه. هنايا نجي نستفهم في سنيوه كون درت فيها بابي كويسون، نحطهم بجيه ونروحوا ندوبوا الشوكولا. وكالعاده نستخدم لي بيستول تاع باتيسي اللي ما يخطونيش كامل، دوبت هكذاك واحد 250 غرام مزيج بين بيستول اولي وبيستول نوار. بعد ما دابوا حطيتهم في ريسيبيون هكذا صغير، زدت عليهم 2 مغارف كبار تاع الزيت يكونوا معمرين، ونجي نديرهم ديريكتومون هكذا غير بالمغرف فوق هذوك الحرابش اللي كنا خدمناهم. سيو كيفاش نمشوا الشوكولا مليح من الفوق وفي لي كوتي، خلوها تنشف شويه ونروحوا ندوبوا شويه تاع لي بيستول بلون تاع باتيسي في الميكرووند. بعد ما دابوا لي حطيتهم في اون بوش، قطعتها شويه من تحت بهذه الطريقه باش نجي ندير دي زيكزاك، خلوها تنشف مليح. بعدها اقسموها بهذه الطريقه. اذا خفتوا الشوكولا تكسر كي تكونوا تقطعوا فيها، سخنوا برك شويه هذاك الموس، ديروهم في لي كيسات وتقدموهم وبصحتكم.